هكذا أخي المستمع الكريم، وصلا بما قاله شيخنا الكريم: اعلموا أن حياتنا موقوتة بأجل، وعمرك من لحظة ميلادك إلى لحظة وفاتك. ولكن لو انتهت الحياة بالموت فقط لهان الخطب، ولكن قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل ما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل ما تبنى. نعم، لو هان أو لو انتهى الأمر بالموت لهان الأمر، ولكن بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب إما جنة أو نار. فالجنة حق، والنار حق، والبعث حق، والحساب حق، والموت حق، وأن الله يبعث من في القبور. نعم، الجسد يدفن في التراب ويبلى، والروح باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها، حتى تعود إلى جسدها كما خلقه الله أول مرة، وتعرض للعرض وللحساب على الواحد الديان. المولى عز وجل يضرب لنا أروع الأمثلة على البعث في القرآن الكريم، فيقول مولانا عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة إن ذلك على الله يسير. المولى عز وجل ذكر في سورة البقرة قصة سيدنا العزير، وهو من أنبياء بني إسرائيل. قال فيه مولانا عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 سنة أماته المولى عز وجل ثم بعثه، أي رد إليه الروح مرة أخرى، فقام حيا يسمع ويرى كما كان. قال: كم لبثت؟ نظر إلى شمس اليوم الذي قام فيه وردت إليه روحه فيه، فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه، فقال: لبثت يوما أو بعض يوم، يعني ممكن يكون نمت يوم أو بعض ساعات من النوم. قال: بل لبثت 100 عام. لا، ده انت نمت 100 سنة. ايه الدليل؟ في دليل مادي علشان يتيقن أن الله قد أماته ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. بص للطعام والشراب اللي انت جايبهم زوادة معاك، لم يتسنه، لم يتغير طعمه، لم تتغير رائحته كما كانت. وانظر إلى حمارك، بص لحمارك اللي انت كنت راكب عليه، وانظر إلى حمارك
ولنجعلك آية للناس. يقوم يبص على الحمار بتاعه هيكل عظمي، يشوف بعينه ان ربنا بيبعث الزيمن في القبور ويركب العظام وينشزها كما خلقها اول مرة. شوف العظام تتركب كما كانت، وربنا يكسي العظام لحم، واللحم يبقى فيه دم، ويرجع حيا كما كان. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها، اي نركب بعضها في بعض ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال ايه؟ وحد. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. سيدنا ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموتى. انا عايز اشوف يا رب دليل مادي بعيني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير، 4 أنواع من الطير مختلفين في الصنف والنوع، يعني خد حمامة وخد ديك وخد مش عارف ايه، انواع مختلفة. فخذ 4 من الطير فصرهن اليك، يعني عرفهم كده قبل ما تقطعهم علشان تبقى عارف ان دي حمامة ودي جمامة ودي مش عارف ايه. فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هتقطعهم وتخلفهم في بعض وتحط جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا وجزء هنا. شفت القدرة الإلهية؟ وحد. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، يعني نادي عليهم، تعالي يا حمامة. الحمامة تتكون وترجع كما خلقها الله أول مرة. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، سورة ياسين. أبي بن خلف أحد رؤوس الشرك يمسك بقطعة من عظام الموتى ويقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمسك بالعظام، الله يكرمه، ويمسك بالعظام ويسحقها حتى أصبحت ترابا في يده، ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يستطيع أن يبعث هذه العظام بعدما بليت؟ أنت متأكد أن ربنا أو ربك يستطيع أن يعيد هذه العظام وينشزها كما خلقها أول مرة؟ وإذ بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده ويقول له نعم يا أبي، يبعثها ويبعثك ويدخلك النار، لأنه شك في قدرة الله، ولأنه شك أن الله يبعث من في القبور، وطالما أنه لا يؤمن بالبعث إذن أنه لا يؤمن بعرض ولا حساب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم يضرب الله الأمثلة على قدرته، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر فيه روح أخضر، وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى لما يجف تولع فيه طلع لك نار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
على أن يخلق مثلهم؟ اسلوب استفهام. بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى سيدنا محمد: كان في من قبلكم، يعني في الأمم السابقة، رجل أسرف على نفسه في الذنوب، عمل ذنوب كثيرة جدا، فخاف من لقاء الله وخاف من بطشه وعقابه، فهيأت له نفسه أن يجمع أبناءه وهو على فراش الموت، وأوصاهم وقال لهم: إذا أنا مت فحرقوني، يعني احرقوني، ولعوا فيا بالنار، شوف جسد هيتولع فيه بالنار هيتفحم، ثم اسحقوني، لما ابقى متفحم كده ايه خلوني تراب، ثم انثروني، هاتوا لي تراب. وفي رواية أخرى: فانثروا نصفي في البر وانثروا نصفي في البحر. شوف لحد ايه. يقوم مات هذا الرجل وفعل به أبناؤه ما أوصى، وإذا به قائم بين يدي المولى عز وجل. طبعا الموقف ربنا صوره لسيدنا النبي الذي لا ينطق عن الهوى، وده حديث شريف وصحيح. فقام الرجل بين يدي الله فقال له المولى عز وجل: ما حملك على فعل هذا يا عبدي؟ انت عملت كده ليه؟ ووصيت اولادك بكده ليه؟ الا تعلم انني قادر على كل شيء؟ واذ بالرجل يقول لربه: يا رب ان الذي حملني على فعل ذلك خشيتك يا ربي وانت اعلم. يعني أنا خايف من لقائك علشان أنا أسرفت على نفسي في الذنوب. فهو مفكر إن ربنا سبحانه وتعالى غير قادر على أنه يجمع هذا التراب الذي نثرته الرياح في البر والبحر، وخلقه كما كان أول مرة. قدرة إلهية. قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم، أنت تعلم السر وأخفى، أنت تعلم ما حملني على فعل ذلك. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينك وبينه ترجمان. يعني كل واحد فينا يقف للعرض وللحساب أمام الواحد الديان. لذلك ندعي ربنا دايما أنه يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، لأن في ناس هتحرم إنها تنظر إلى وجه ربها الكريم. فدايما تقول: يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، لأن ده أعظم نعمة وأعظم ثواب وأعظم وأمتع حاجة هيراها المؤمنون في الجنة. ما الناس يخشوا الجنة والناس يخشوا النار، فربنا سبحانه وتعالى ينادي على أهل الجنة ويقول لهم: هل رضيتم؟ أنتم راضين؟ فيقول: يا رب وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وجعلت لنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول المولى عز وجل: طالما أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فيقول المولى عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من هذا؟
فيتعجبوا ويقولوا هو في أفضل من الجنة ونعيمها يا رب؟ فيقول المولى عز وجل نعم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يعني انتوا في رضا ونعيم دائم، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قيل فيكشف الحجاب فلا يرون أفضل من النظر إلى وجه ربهم الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشملنا بشفاعة نبينا واجعلنا برفقته في الجنة. اجعل لنا القرآن حجة لنا لا علينا، واجعله شفيعا وشاهدا لنا يوم القيامة. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كما نسألك يا ربنا أن تتغمد راحلتنا الكريمة الحج جارية بواسع رحماتك. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وجاف الأرض عن جنبيها، أكرم نزولها ووسع مدخلها، يمن كتابها ويسر حسابها، نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، جازها بالإحسان إحسانا وبالتقصير عفوا وغفرانا. واجعل يا رب طاعتها لزوجها وحسن تربيتها لأولادها بالحلال في ميزان حسناتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. شكر الله سعيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الآن يتوقف إرسالنا على أن يتواصل عقب صلاة العشاء إن شاء رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسعدت بحضراتكم من أسرة المذيعين مهندس أشرف محمد عبد الغني بالمهدية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.